مثلا عندك سيارة تسوى 200 مليون، انت وكنت بيها ب100 مليون ما تتباعش. اي حاجة تجي في يدك تولي سومتها بخس وما كاش لي يشوف فيها. مام انت هذه الحاجة تكون ذات قيمة كي تجي عندك تشوفها مني ما عندهاش حتى قيمة، بصح الناس عندك تشوف عند هذيك القيمة انت تشوفها ما عندهاش قيمة، ولو كان تبغي تبيعها ما تتباعش. العين التراكمية كما سبق وتحدثنا خوتي، قلنا تحطم الإنسان تحطيم كلي، والإنسان هذا اللي طولت فيه هذه العين التراكمية أوتوماتيكمو يبدأ هو اللي يعين الناس بدون قصد ولا شعور، تبدأ هو عينه ماشي مليحة ويعين الناس. العين التراكمية أخي إذا كانت عندك حاجة ذات قيمة وتسوى، مثلا عندك سيارة تسوى 200 مليون، انت وكنت بيها ب100 مليون ما تتباعش. اي حاجة تجي في يدك تولي سومتها بخس وما كاش لي يشوف فيها. مام انت هذه الحاجة تكون ذات قيمة كي تجي عندك تشوفها مني ما عندهاش حتى قيمة، بصح الناس عندك تشوف عند هذيك القيمة انت تشوفها ما عندهاش قيمة، ولو كان تبغي تبيعها ما تتباعش. تدلل بيها وين تروح ما تتباعش، تبيعها بأبخس الأثمان، تبيعها ب100 بصح اللي يشريها عليك يبيعها ب500. يعني أي حاجة ذات سومة وقيمة كي تجي العين عند واحد عنده عين تراكمية ما تنباعش، وإلا إذا تباعت تنباع بأبخس الأثمان. وهذا اللي عنده الإنسان اللي عنده العين التراكمية يولي ما عندوش قبول مع الناس قاعدين ما تحملوش وتكرهوا بدون سبب، حتى هو يتوسوس من روحه ويكثر له الوسواس في راسه ويبدا يخمم في الموت وعلاه راني عايش وكذا، ويقبضوا التوسويس والاكتئاب، ويبدا امور الناس يبكر لها يقضيها وكذا، اموره يصبح راقد، وإلا قال غدوه نبكر روح نخرجك واغطي ما يجيش النوم في الليل باه يصبح راقد بيصرى له تعطيل. امور يعني كارثيه. المال ما نهضروش عليه، المال يهرب من جيبك يعني سريعا، يعني ما تعرفوش كاع كيف يروح المال، يجي منبطحا ويروح سريعا، ما تعرفوش كيف يجي ولا كيف يروح. زيد إذا بحثوك عند واحد وقالوا لك روح ليه يقضي لك ديك الصالحة ما يستقبلكش أصلا، أو إنسان هذاك اللي تروح ليه يصرى له تعطيل ولا يصرى له مشكل ولا يصرى له أمر باه ما يتلاقاش بيك وما يقضي لكش الصلاح. هذا الجزء الثاني من العين التراكمية، ونزيدوا الأجزاء اللي بقاو باه نوضحوا جميع أعراض العين التراكمية بإذن الله تعالى، مع تحية شيخ الراقي أبو تقي الله الجزائري.